السلام عليكم أصدقائي. اليوم جئت لكم بأكثر قصة مشهورة في هذا الوقت، قصة الفتاة إسراء غريب التي تبلغ من العمر 21 عاما. قتلها أهلها بدافع الشرف ودافع أنه يوجد بها مس وغير ذلك من الكلام الذي لا يغني عن اتهامهم بشكل مباشر من كل الناس على شبكات التواصل بقتل ابنتهم إسراء غريب. إليكم ما جاء في السوشيال ميديا، فيديوهات وصور لإسراء غريب. اسمع، اقرأ، انظر، إنها قضية رأي عام وألمت قلوبنا يا إسراء غريب. بحبكم وبوثق فيكم، يعني عملت شيء من ورا ابوي بيعرف كل شيء وبيعرف كل شيء، وامي بتعرف انه هم اللي وصلوني. امي هيها قدامي وبتعرف. صح يما؟ هيا بتقول زحكي. أبي يا من ربيتني بأنك وحدك منقذي وأن حضنك مسكني، كيف اليوم ذبحتني؟ أماه كيف لم تنطقي وحكم أعدامي تسقطي؟ أتراك أمي لم تقنعي ببراءتي رغم صرختي؟ أمي الغرفة باردة وحولي جثث هامدة، فتيات ماتت حاقدة لأي شرف فاقدة. أصنت الشرف أبي حين بيدك قتلتني، رفعت رأسك يا تقي ورقصت يوم دفنتني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ما كتب على حساب أنا إنسان على الانستغرام: عذرا أحبتي، هنا نتحدث عن قصة فتاة توفيت غدرا وهي 21 عاما. ومن يتابع تسريبات وتسجيلات ومقاطع الفيديو لأهلها ويلاحظ التحفظ وتعدد الروايات وكيف نفى أخوها من حساب إسراء الرسمي قائلا إن هذه التسجيلات ليست صوت إسراء، ثم ظهر زوج أختها يؤكد أن هذه التسجيلات هي صوت إسراء. نانسي عجرم كتبت على حسابها على السوشيال ميديا: الشرف مش الضرب والتعذيب والتعنيف. هاشتاج كلنا إسراء غريب. واليوم بأعلى صوت العدالة لازم تتحقق والقاتل لازم يتعاقب ويتحاسب. هو وحده المجرم، مش البنت اللي حبت وراحت تشوف خطيبها. أما رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتيه القبض على عدة أشخاص للتحقيق معهم في قضية إسراء غريب، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق. وكان لسان حالها يقول: قتلوني من ولدوني. أما رأيي الشخصي في قضية إسراء غريب، يوجد مثل حالة إسراء غريب من الفتيات في العالم الإسلامي كثيرا، لكن كيف يفعلون هكذا في بناتهم ويصدقون كلام أشخاص لا يفهمون شيئا، يكونون كذابين ويحتاجون أو يريدون أن يأخذوا المال منك فيقولوا فيه كذا وكذا وكذا، وكله كلام غير صحيح وكاذب. أرجو من كل شخص شاف الفيديو أن يعلم أن هذه التفاهات قد تقتل أمه أو أخته أو أعز شخص على قلبه. لذا أنصح الجميع بالابتعاد عن مثل هذه السخافات المنتشرة في كل منطقة من المناطق العربية، وحماية نفسهم وصونها بقراءة الأذكار صباحا ومساء. وإذا كنت بتحب الخير لغيرك، اعمل مشاركة للعزيز على قلبك ليتجنب تفاهات هذا العالم. اللهم احمنا واحمي كل المسلمين في كل العالم، والسلام عليكم ودمتم بود.